تسبب هانز فليك في نوبة ضحك هستيرية خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وريال مدريد غدا في الجولة 35 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز. ويحتل برشلونة صدارة الترتيب الليغا برصيد 79 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة، ما يعني أن فوز أحد الفريقين يقربه بنسبة كبيرة من اللقب. ورغم هزيمة برشلونة أمام إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة ماراثونية ومرهقة شهدت جدلا تحكيميا كثيرا، ظهر هانزي فليك في المؤتمر الصحفي اليوم بابتسامة وخفة ظل تعكس تجاوزه لنكسة الإقصاء. وفي آخر المؤتمر الصحفي تم توجيه سؤال لهانزي فليك عن تشيزني وعن شخصيته وهل سيدفع النادي من أجل تجديد عقده. أجاب فليك قائلا: إعداد العقود للاعبين ليس مهمتي، إنما هي مهمة ديكو. وشخصية تشيزني هادئة، وأعتقد أنه يريد البقاء في برشلونة واللعب للبارسا، لكنه فاجأ الصحفيين عندما قال ضاحكا إنه هادئ ويدخن قليلا أحيانا. إنها شخصيته، وهو في عمر مناسب لتنفجر بعدها القاعة بالضحك.